يبدو أنه المفاوضات الإيرانية الأمريكية توقفت مبدئيا، والحرب راح تستمر. سبب الخلاف هو، ونقلا عن صفحة أخي ذو الفقار، عنده صفحة أخي ذو الفقار، هو من فلول النظام وهربان بلبنان، مسمي صفحته صفحة علي بن أبي طالب. فنقلا عن صفحة أخي ذو الفقار اللي اسمها علي بن أبي طالب، أنه من شروط إيران لوقف الحرب هي عودة بشار الأسد، وفي رواية أخرى عودة حافظ الأسد وحسن زميرة أيضا. هلا أخي ذو الفقار كاتب أنه ترامب وافق على عودة بشار الأسد، بس هذا الكلام كله إشاعات. لحد الآن هي نقطة الخلاف، عودة بشار الأسد إلى إلى السلطة أو لا. فحاليا ما في مفاوضات، المفاوضات متوقفة حاليا بسبب موضوع عودة بشار الأسد، بانتظار جولة قادمة لحتى يتناقش ترامب والمسؤولين الإيرانيين الجدد بموضوع عودة بشار الأسد. الله يزيدكم إهبال أكثر من هالإهبال، والله لا يعطيك العافية يا نوح زعيتر على تركتهم وخليتهم يستخدموا كبتاغون مضروب.